يتفلسف. هذا ذكروا أن لصا هجم في بيت وكان في خزنة حديد فولاذ صلب، واستطاع أن يكسرها ويسرق ما فيها. فلما قدم عند القاضي قال له القاضي: يعني أنا ما أتعجب أنك حرامي ولا أتعجب أنك تحب المال، لكنني أعجب كيف استطعت أن تكسر هذا الحديد الصلب، كيف استطعت تكسره وتسرق اللي فيه؟ فقال الحرامي: يا أيها القاضي. قال: نعم. قال: أما سمعت قول الشاعر: ألا بالحرص يحصل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد؟ ألا بالحرص يحصل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. قال: ما شاء الله، يعني من شدة التقوى ألان الله لك الحديد. الأخ نبي الله داود وألن له الحديد. لو عندك تقوى ما سرقت أموال الناس أصلا. ثم عاقبه. فبعض اللصوص يعني يسرق ويتفلسف أيضا في الوقت نفسه. فالمقصود أن أبا هريرة